ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. يلا اخبطي اللايك كده وتعالي، عايزاكي في موضوع مهم. بما اننا بنتكلم عن التوفير والتدبير وازاي ان انت تحسني من دخلك وازاي ان انت تحسني وضعك، هقول لك النهارده على افكار مهمه. شوفي الحاجات الحلوه دي معانا كده واتفرجي كده وخدي فكره. خدي فكره ان الحاجات ديت بتكسب قد ايه يا بنات، مكسبها يعني الضعفين. فان شاء الله اي بنوته من البيت يا بنات ممكن ان هي تعمل جروب على الواتس، ماشي، وتلم كل حبايبها وكل اصحابها، اي واحده تعرفيها واي واحده لك علاقه بيها، ممكن ان انت تكلميها وهي تضيف لك ناس. الجروب في الاول يا بنات ما بيبقاش جروب، بيبقى حاجه صعبه مش حاجه سهله. حاجه صعبه ان انت توصلي للناس، وبالذات بقى لو انت مش اجتماعيه. بس مع الايام ولما الناس بتستخدم الحاجه اللي انت بتجيبيها، طيب لما الناس بتستخدم الحاجه اللي انت بتجيبيها بتحس ان هي حاجه كويسه، تبدا تطلب تاني. واحده بتقول لواحده، واحده بتقول لواحده. حتى لو انت مش اجتماعيه او عندك ما عندكيش صحاب كتير، ممكن تنزلي عروض وتنزلي هدايا وتعملي مسابقات كمان على الجروب اللي انت هتفتحيه. طيب فكرة الجروب ديت جاتني لما حبيت ان انا احسن من وضعي. فكرة التوفير حلوة، وفكرة التحويش كمان ان انت تحوشي دي حاجة حلوة. بس لو انت وراكي التزامات وراكي مسؤوليات، الجروب دي فكرة حلوة جدا يا بنات. الجروبات بقى اللي على الفيسبوك وعلى الواتس وعلى الانستا، كل الجروبات ديت افكار حلوة جدا. الحاجات العناية بالبشرة والمرطبات ومستحضرات التجميل، كل الحاجات دي يا بنات بتكسب. تمام. بتعرضي الحاجات، بتنزلي الصور زي ما انا بنزلها كده وبتكتبي تحتها الاسعار. بتشوفي اقرب محلات جمله قريبه ليكي، وبيبقوا عاملين هم جروبات. يعني المحلات بتبقى عامله جروبات، تمام، بيقوموا مدخلينك في الجروب. ولما انت بتجمعي الاوردر بتاعك بتروحي لهم، هم بيعملوا لك خصومات على الفاتوره بتاعتك، غير الاسعار كمان اللي انت بتنزليها. يعني انا هقولك ممكن اي قطعه من القطع دي تبقى مثلا نازله ب50، ممكن تبيعها انت ب85 او ب30 حسب. بعد كده يا بنات هتبداي انت تسعري الحاجه. في الاول هتبداي تسالي احط كام مكسبي، بعد كده انت اللي هتبداي تسعري الحاجه منك لنفسك. يعني لو انت هيطلع لك منها اصلا مكسبك ان انت تاخدي لنفسك حاجات عنايه بالبشره ليكي، حلوه جدا. او ان انت مثلا هتوفري، لا هتوفري. يعني انت مثلا لو جبت اوردر ب600 جنيه، هقول لك ان انت هتكسبي فيه يعني ايه 400 300 600. ما بالك بقى لو عملتي كذا اوردر. مش عايزين احباط، مش عايزين يأس، عايزين لايك على الفيديو. عايزاكي تبقي مصره، حطي هدف قدامك ومصره ان انا هوصل له. الحاجات ديت بنات كتير قوي بيشتغلوا فيها، وستات كمان بيشتغلوا فيها، وبنات كتير قوي فتحوا محلات وفتحوا فرع واثنين وثلاثه. دوري على الاماكن الجمله اللي بتنزل حاجات نظيفه. ممكن تنزلي على الجروب كمان اكسسوارات، وممكن تنزلي شرابات، ممكن تنزلي يعني خواتم، سلاسل، اي حاجه. كل ما يخص البنات، وتسالي على اسعار المحلات اللي حواليكي، وايه اللي يخلي البنات يجوا ياخدوا من عندك ويسيبوا المحلات. طيب انا هوصل ازاي للي حواليا؟ والله ممكن يعني ان انت اي حد جيرانك تقدر ان انت توصل لهم. لو حد بعيد بتبعت له توك توك وهو بيحاسب التوك توك وبيديلك الفلوس، وبيبعت لك الفلوس على فودافون كاش. تمام. كل حاجه بتنزليها بجد الموضوع ده حلو سهل. انت ماسكه التليفون 24 ساعه. بنتفرج على التيك توك، على الفيسبوك، على ماسكين واتس. التليفون اللي في ايدك ده يا بنات ممكن يجيب لك فلوس، يدخلك فلوس وانت قاعده في البيت. هتتعبي في الاول شويه في تنزيل الصور، هتتعبي وانت رايحه تجيبي الحاجه. ممكن كمان تطلبي الحاجه اونلاين وتجيلك لحد عندك بمصاريف شحن. بس يعني انصحك ان انت تروحي تجيبي الحاجه، لان بتبقي شايفه الحاجه قدام عينيكي، شايفه الكميه، شايفه الحجم. انا بدأت المشروع ده وربنا يوفقنا كلنا يا رب ويجعله فتحة خير عليا. وانا عندي حلم يا بنات ان انا اعمله، يعني بعد كده اعمل محل. فانا لما اكون داخله في حاجه جديد، خلاص داخله في حاجه جديد، فخلاص يا بنات انا الحاجه ديت تمام لازم افهم عنها الاول، اعرف في المكياج، واعرف في الميك اب واعرف في الكريمات بتاعه التفتيح، واعرف في الصنفرات، وكل حاجه تخص الجسم لازم هتعرفي ازاي. هتعرفي عن طريق الجروب ده. كل حاجه بتنزل لك بتكتبي تحتها التفاصيل بتاعتها، بتبقى موجوده ليه، مرطبات ليه. اي بنوته دلوقتي من الاعدادي من الثانوي بتبدا تدور على الحاجات ديت. ما شاء الله في حاجات كتير متنوعه قوي ما شاء الله. وتقدري ان انت تهتمي بنفسك بحاجات بسيطه. يعني لو واحده
واحده طلبت حاجه والتانيه طلبت حاجتين مش عارفه ايه، في الاول هتلاقيها ان هي متعبه ومرهقه. كل حاجه، مفيش حاجه بتيجي بالسهل، مفيش نجاح بيجي بالسهل. كل النجاح ممكن يعني اللي بيوصلوا وبينجحوا لازم يتعبوا، ماشي. وعشان توفري قرش في ايدك ينفعك، يبقى حاجه كويسه بالنسبه لك تقدري تعتمد عليه، قرشين شايلهم للزمن. المشروع ده كمان يا بنات لو هتبتدئيه اقل حاجه يبقى معاكي 500 جنيه 600 جنيه 1000 جنيه، تبقى عامله جمعيه وهتقبضيها كده، وابداي جمعي من جنبها اي حد تعرفيه، خليها تضيف لك بنات للجروب، ماشي. كبري الجروب، يعني ممكن يبدا معاكي ب 17 ب 20 بنت ب 30 بنت ب 100 بنت ممكن 2 يطلبوا، ممكن واحده تطلب، ممكن ما فيش حد يطلب خالص. لازم الموضوع عايز صبر شويه، لازم الناس تعرفك وتعرف منتجاتك وتعرف ان حاجتك نظيفه وحاجتك كمان رخيصه. اللي هتطلب مره واثنين وثلاثه، يعني ايه الجروب ده؟ زي ما تكوني فاتحه محل. المحل طبعا بيقعد سنه على ما بيشتغل، والجروب كمان بيقعد كتير، بس انت لو دايره معارفك كتيره الجروب مش هيقعد كتير ولا اي حاجه. دي الحاجات اللي انا بنزلها على الجروب عندي، وقولوا لي رايكم فيها ايه. وما تنسوش دعوه حلوه وكومنت وشير في القناه، عشان ان شاء الله انزل لكم بافكار دي جديده. انا حبيت كده ارجع معاكم، يعني انا كنت تعبانه شويه وابني كان تعبان، فادعوا لنا ان ربنا يشفينا يا رب، فقلت ارجع معاكم كده بحاجات حلوه، حاجات تفيدك، افكار تفيدك. مش هقولك ازاي بس توفري، لا هقولك كمان على افكار ان انت تعمليها. وده اول مشروع عندنا ممكن تبتدئي بيه من وانت قاعده في البيت، مش عايزاكي تخرجي. بعد كده هقولك برضو على افكار مشاريع، افكار جمعيات. بس عايزين تفاعل على القناه، عايزين كومنتات، عايزين كده نحاور بعض في الكومنتات، وقولوا لي على الافكار اللي انتوا عايزينها مني. اسئله لو انتوا في المحافظه معايا ممكن اقول لكم تجيبوا منين، اقول لكم على المحلات. ممكن تشتغلي كمان في ماي واي، حلوه جدا ماي واي، لو في ناس كتير بتحب المنتجات بتاعتها. لو انت مش حابه تروحي محلات، ماي واي بتنزل لك الحاجات لحد عندك لحد ما انت موجوده. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، بس ما تنسونيش باللايك ودعوه حلوه منكم ان ربنا يفتحها عليا. باي باي.